فترة الجامعة هي الفترة اللي بنبدأ نحس بيها قد إيه فعلا إن إحنا كبرنا. الفترة اللي بنبدأ فيها نكتشف فعلا العالم ونكتشف نفسنا، ونبدأ إن إحنا نبني شخصيتنا عشان نبقى جاهزين لسوق العمل. قبل كده إحنا كنا مجرد طلاب منقادين وراء الأهل أو المعلمين، ولكن دلوقتي أنت خدت التصريح الكامل وحريتك. على قد ما هي حاجة حلوة، على قد ما هي برضه حاجة تخوف، إن أنت خلاص بدأت تشيل مسؤوليتك الكاملة على كل تصرفاتك وقراراتك. وأنا أكيد من الناس اللي تعرضت لأخطاء كتير أول ما دخلت الكلية، وعشان كده كان نفسي إن أنا أسمع كلام كتير عن الكلية قبل ما أنا أدخلها، كلام كان هيساعدني فعلا إن أنا أتجنب الأخطاء اللي وقعت فيها أول مرة. وأنا النهاردة موجودة عشان أقدر إن أنا أساعدك تستغل الفترة دي كويس جدا. أهلا ومرحبا، معكم شيماء وجيه. وأول حاجة عايزين نتكلم عنها هي قد إيه إن الجامعة فعلا مهمة. الفترة اللي فاتت بقى فيه نوعا ما تهميش للجامعات، وبقى فيه تركيز أكتر على الفريلانسنج وعلى الكورسات، ولكن هي دي فعلا الفترة اللي بتبدأ فيها تبني شخصيتك وتجهز نفسك لسوق العمل، تطور فيها مهاراتك وبتضيف شوية مهارات السوق فعلا محتاج، زي مهارات التواصل وزي مهارات السوفت سكيلز وزي لغات كتير ممكن تقدر تتعلمها في الفترة دي. وعلشان ما تتوهش الفترة ديت، محتاج أهم حاجة تعملها إن أنت تحدد هدف، وان انت تحدد هدف ان انت تطلع الاول او تجيب جي بي عالي. دي مش حاجه وحشه، بالعكس حاجه كويسه جدا. ان في انترنشيبس كتير جدا بتبقى موجوده في الصيف، بتبقى معتمده اكتر على الطالب اللي بيبقى جايب جي بي اعلى، وكل ما تجيب جي بي عالي كل ما فرصتك في القبول في الانترنشيب ديت بيكون اعلى. ومن ضمن الاهداف اللي المفروض تحطها لنفسك انت تتعلمها في الفتره ديت هي المهارات اللي المفروض تتعلمها. والمهارات دي لما نتكلم عنها بفيديو منفصل نقدر نتكلم فيه عن ازاي نتعلم المهارات ديت، وايه اللينكات المجانيه اللي ممكن نتعلم من خلالها. وكمان المفروض تركز كويس جدا على الانجليش. دلوقتي الانجليش مفيش غنى عنه، هو اهميته هي نفس اهميه الشهاده اللي انت تشتغل عليها في الكليه. بالعكس، انت حتى وانت طالب لو انت معاك انجليش كويس بمستوى عالي زي السي 1 او بي 2، تقدر ان انت تشتغل في اماكن كويسه جدا وتصرف على نفسك من وانت طالب، ويبقى عندك سالري كويس جدا يقدر ان هو يغطي كل مصاريفك. الاخطاء اللي ممكن تبقى موجوده الفتره ديت هي ان انت تضيعها او ان انت تضيع وقتك، ودي بتكون عن طريق صحابك، تعرف ناس كتير. ونصيحه مني ليك، ما تنفتحش قوي مع الناس في الفتره دي بالذات، ولا تدخل اي شله. خليك لوحدك او خليك حتى علاقتك صفية. طبعا من غير ما اقول بالنسبه للولد والبنت، ال4 سنين دول ما يبقاش فيهم اختلاط. اتعامل مع الولد في الحدود واتعامل مع البنت. ما تخليش الجامعه هي الفقره الترفيهيه بالنسبه لك ان انت تشوف صحابك وتقضي وقت وتروح مطاعم وخروجات. لا، الفتره دي انت مطالب بيها ان انت تحضر محاضرات وان انت تذاكر. بالعكس، حضورك للمحاضرات بتركيز هيوفر عليك وقت كتير جدا في المذاكره. بالنسبه لللبس والادوات، فالبس اكتر حاجه انت مرتاح ليها، مش لازم تلبسي كعب او تلبسي حاجه تضايقك، لان اكتر يوم بيكون فرهده، خصوصا لو انت عليكي محاضرات كتيره وعندك انشطه كتير اما بالنسبه للادوات، فانا عارفه ان انتوا كلكم من كتر الحماس تنزلوا تشتروا حاجات كتير جدا، ولكن انت مش تحتاج كل ده. انت هتحتاج بس سكتش كبير يكون لامم كل المواد بتاعتك، كام قلم، واصلا في المحاضره عشان هيبقى معاك كتاب فهتحتاج بس تكتب ملاحظات في الكتاب دوت، فهتحتاج الكتاب وجومه وقلم رصاص. ودلوقتي جينا لفترة A little progress each day adds up to big results. يعني الاستمرارية في انك تعمل حاجة صغيرة لمدة طويلة هيديك نتيجة كبيرة. هو ده كان الفيديو النهاردة، يا رب يكونوا استفدتوا بيه. انتظروني ان شاء الله في فيديو كل حد وثلاث وخميس. متنسوش صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الى اللقاء.